كنتوا بتعرفوا انه اذا بطنجرة حامية على النار بننزل بزيت نباتي قدر 3 معالق عليهم بكيلو براسة مقطعة ومغسول، وبس تدبل بننزل عليها بجزر مبروش، جزرتين حطيت، بننزل ببابريكا وملح وبهارات 7، وبعد 10 دقايق نطفي عليها وبنتركها لحتى تبرد لحتى نحشي فيها. وبهالوقت بنحضر العجينة. طحين وحدة، 2، 500 جرام طحين، ملح، اعطيهم تحريكة، بدنا عليهم كاسة و3/4 مي بحرارة الغرفة، ومنعجنها منيح بهذا الشكل. وبس تصير عنا ناعمة بهذا الشكل حتى بقلب كيس ونتركها لحتى ترتاح لمدة 20 دقيقة. وبهالوقت تعالوا نعمل الصوص. بدنا كاسة مي قد هي الكاسة هون، في كاسة مي ونص كاسة زيت، بيضة، ملح، هي براس المعلقة 7 بهار مشان ما يطلع زنخل البيض. اخفقون كتير منيح. حضرت صينية فيها من تحت طحين، رح اقطع العجين لطابات بالحجم اللي بيناسبني وصفهم بالصينية. وبعد ما قطعتهم كلهم كمان رح اعطيهم رشة طحين من فوقهم، لازم يكونوا مغطعين بالطحين كتير منيح. وكرمال ما ينشفوا نحن عم نشتغل كمان بدنا نغطيهم بكيس، وفوق الكيس فينا نحط اي قماشة بدنا اياها او اي شيء حتى هيك نثقل، وبناخد قطعة ونبلش نفردهم بهي الطريقة بدون ما نضغط كتير على مهل. كتير سهلة. رح نحتاج طحين نحن عم نفرد على طول. شوفوا كيف رقيقة، هيك لازم تكون. شوية طحين، طبعا الطحين كتير اساسي لانه ما المفروض تلزق على بعضها. مستحمل بدنا نحطهم فيه كمان، المفروض يكون اخذ رشته. بدنا نحطهم فوق بعض وبدنا نغطيهم كمان بكيس، ننتبه منيح انه ما ينشفوا. وهلا بعد ما خلصت كل الكمية، شوفوا ما احلاهم، كلهم رقاق وبجننوا، بس ما عم بتحكم منيح بالكف. شوفوا بناخد قطعة العجينة اللي فردناها وبنجيب الخليط هاد تذكرتوه وبنمده على كل العجينة، وبناخد معلقة من الحشوة ونتأكد انه باردة، بدنا نمدها بالتساوي على كل العجينة. بدنا نلف العجينة برول تصير هيك، بدنا نلفها على شكل وردة ومنصفها بصينية الفرن هيك. بعد ما خلصتهم رح احط عليهم على الوش من نفس الخليط اللي حطيناه بقلبها، حط لها سمسم وحبة البركة على الوش، وهيك صار شكلهم. هلا بدنا نحطهم بالفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت لحتى يحمروا معنا من فوق ويوصلوا للون اللي بنحبه. شوفوا لي الجمال. وهيك بتكون البريسا بوريك جاهزة. لا تنسوا اذا ما انكم متابعيني لهلا تابعوني وجربوا الوصفة وقولوا لي اذا رح تعجبكم. شوفوا من جوا، واو. لا تنسوا تجربوها وتدعوا لي. يلا باي.